السلام عليكم، أرواحوا معايا نحضروا هذا الكعك. يجي بين الكعك وبين الجاطو، يعني تقدروا تحسبوه من الكعك ومن الجاطو، أخف من الكروكي ثاني، اجتهاد شخصي هذا. المهم يجي بنين وخفيف ويحضر ما في ساعة. تقدري تحضريه الفطور صباح ولا تقدري تحضريه القهوة نتاع العشية، يعني روعة ويحضر ما بسرعة. المهم عندي كاس حليب تاع 250 ملي، عندي كاس زيت، عندي علبة ياغورت اكتيفيا يجي هكذا، تجي خفيف وهش بالاكتيفيا، وعندنا 3 حبات بيض، عندنا ملعقة نتاع فانيليا، وعندنا زوج أكياس خميرة تاع 20 غرام، يعني 20 غرام. وراح نبدا نضيف الفرينة هكذا بشوية، يعني نحتاج تقريبا 3 ربع كؤوس. شو درت اولا سكر جلاسي، مازال ما ضفتش الفرينة، لا انا في المرحلة هذه مازال ما درتش الفرينة، فهمتوا كيفاش؟ وراح نبدا نغربل في الفرينة ونضيف فيها كما هكذا، نبقاو نمشوا بنفس الكيل هذاك اللي كينا به. شوفوا كيفاش درت تقريبا 3 كؤوس فرينة، يعني باش جاني بهذا السمك. تقدروا اذا تحبين ديروه كيك، يعني كيك تزيدوا تخفوا الفرينة فقط. يعني شوفوا كيفاش لهنا درت البلان تاعي بورق الزبدة ودهنته بالزيت باش ما يلصقليش يعني. وبديت شوفوا كيفاش نخبط في كيما هكذا على البلاطو، على البوطاجي، يعني باش يخرج له الفقاعات نتاع الهواء. لا انا درت له لوز ايفيلي ودرت له جنجلان. تقدروا ديروا الكاوكاو ولا تقدروا تخلوا المرحلة الأخيرة تدهنوه بالكونفيتور، وتقدروا تحطوا له قفريت مثلا، مرحي، كاوكاو، اي مكسرات او اي شيء حابينه نتوما، مثلا جوز الهند هكذا يعني تزينوه به. بصح انا درت نص لوز ايفيلي ونص جنجلان. جا بزاف خفيف وهايل، يعني تكل يعني في نفس اليوم، يعني عجبهم بزاف وتكل في نفس اليوم. شوفوا جاي بين الجاتو وبين الكعك. اكيد لو تجربوه راح يعجبكم، متأكدة انا من هذا الشيء. شوفوا كيفاش ثاني حتى العلو نتاعو مناسب، ما يجيش منفوخ بزاف وما يجيش يعني بلا. فهمتوا كيفاش؟ فشوفوا تاع الجنجلان ثاني قصيت لكم من تاع الجنجلان باش تشوفوه. نتمنى انكم تجربوه وانكم تدعموا القناة نتاعي، الصفحة نتاعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.